لكن على مستوى اخواننا الموجودين في الساحل والاخوه العلويين بالذات، وهي هناك يعني تباطؤ كبير جدا. نسمع انه هناك مجلس للاخوه العلويين موجود في اوروبا هو اللي يمثلهم، لكن لا يوجد اجماع بالنسبه للاخوه العلويين. الان نحن في الوقت اللي احنا فيه قوات سوريا الديمقراطيه قادره ان تقود انقلاب في سوريا وتستلم السلطه وتستلم كل سوريا كامله، وحقيقه هذا. لكن قوات سوريا الديمقراطيه لا تقوم بهذا العمل، لانه هي اهدافها ليست سلطويه. هل سينجح الغرب في تحويل ابو محمد الجولاني الى احمد الشرع؟ هذا امر صعب للغايه ان يقوم فيه الغرب من دون مساعده قوات سوريا الديمقراطيه. أسعد الله مساءكم جميع الأخوة والأخوات اللي دخلوا معنا اللايف. في ناس عندها طبعا صباح، أسعد الله صباحكم، وفي عند ناس عندها ظهر تسمعنا من الطرف الآخر للكرة الأرضية. أسعد الله أوقاتكم جميعا. طبعا في زيارة هامة جدا لنتنياهو إلى البيت الأبيض، والآن يجري اللقاء الثاني خلال الزيارة هاي. طبعا شفنا كثير يداولوا وسائل الإعلام شو بده يحكي، لكن في الكواليس بالحقيقة الحكي مختلف تماما. أول شيء راح أبدأ بزيارة الجنرال مظلوم عبده إلى دمشق، وتحدثنا قبل أيام أنه قريبا سيدخل الفرنسيين على الخط ولحل القضايا العالقة ما بين الإدارة الذاتية أو قوات قسد والإدارة المؤقتة الجديدة بقيادة أحمد الشرع أبو جولاني أو محمد الجولاني سابقا. وراح نعطيكم تفسيرات هامة للغاية، بس خلونا نقرأ أول شيء تصريح السيدة فوزة يوسف للأخبار. طبعا أنا ببعث رسالة من هنا لإخواننا الموجودين في الساحل وفي السويداء أيضا، أنه عبء الإدارة الذاتية هو عبء كبير. عبء الإدارة الذاتية فعلا هو عبء كبير، لأن الإدارة الذاتية ماخذة على عاتقها حقوق الأقليات كلها في سوريا. ومن خلال التصريح هذا راح نشوف أيضا مدى جدية هذا الكلام اللي أنا بحكي لكم إياه. ومن زمان أيضا قلت على أنه الأخوة اللي موجودين في الساحل ولا اللي موجودين في الجنوب السوري، أي اتفاق ما بين الإدارة الذاتية لا يشمل فقط الكرد أو الوفد الكردي، هو راح ينطبق على كل الأقليات اللي موجودة في سوريا، وهذا نقطة هامة للغاية. لكن هناك عتب شديد لأخواننا اللي في الساحل أيضا، أنه عدم قدرتهم على إفراز قيادة سياسية لهم. وأنا أتفهم الظروف اللي مروا فيها والانقسام اللي موجود بيناتهم. فكتير كان مرتبط بالنظام السابق المجرم، كتير أطراف عاطفيا مرتبطة أيضا مع إيران، كتير أطراف مرتبطة مع الأذرع الشيعية اللي كانت موجودة، وهذا خطأ استراتيجي كبير جدا. يعني بيكفي أنه تسليم السلاح اللي حصل بالفترة الأولى أنه كلفكم الكثير، فلا تخلوا الأمور سياسيا أيضا يكلفكم ما لا طاقة لكم به يعني بالفترة القادمة. فما أشوف أنا يعني مثلا تحركات سياسية، إدارة سياسية تمثل الأخوة الموجودين في الساحل، ولا إدارة سياسية يعني نوعا ما تمثل حتى أخواننا الدروز. يعني شفنا الخلافات اللي كانت والتيارات اللي موجودة، مع أنه العدد تبعهم لا يسمح أنه بيكون الانقسام السياسي يكون كبير. الآن يعني بعد الفترة الأخيرة يعني على مستوى السويداء احنا بنشوف تطور كبير جدا على المستوى السياسي بالنسبة للقوى السياسية اللي موجودة وتوحدها يعني نوعا ما وتكاتفها نوعا ما، وهذا يعني أمر مشجع جدا. لكن على مستوى أخواننا الموجودين في الساحل والأخوة العلويين بالذات، وهي هناك يعني تباطؤ كبير جدا. نسمع أنه هناك مجلس للأخوة العلويين موجود في أوروبا هو اللي يمثلهم، لكن لا يوجد إجماع بالنسبة للأخوة العلويين. ظروف صعبة،
قتل على الهوية، إجرام، مجازر، طبعا كلها بحجج يعني الفلول النظام وغيره. حتى لو كان في فلول نظام حقيقة هاي، لكن حتى فلول النظام يعني أكثر من أذى بيأذي هي الطائفة العلوية حقيقة. كثير من النداءات اللي حكينا فيها سابقا، وطلبنا من الأخوة العلويين أنه يكون عندهم جهة سياسية تمثلهم، وهذا هام للغاية في المرحلة القادمة. ما حدا راح يخوض من بدالكم المفاوضات بأي شكل من الأشكال، سواء كانت دولية ولا كانت على المستوى الداخلي، هذا هام للغاية. لا تنتظروا أحد أنه يجيب لكم حقوقكم. الحقوق لا تقدم هدية، الحقوق تنتزع انتزاع، وهذا أمر هام للغاية. التشتت اللي أنتم فيه على المستوى السياسي أتحدث هنا ما بيبشر بالخير نهائيا. أتمنى أنه بالفترة القادمة يكون أفضل طبعا، وأتمنى يعني كل المكونات الموجودة في سوريا كلها تأخذ حقها، وكلها تمثل بشكل عادل في الحكومة القادمة والجديدة. خلونا نشوف التصريح مشان أقول لكم وأوضح لكم أنه العبء حتى الذي يحصل في الساحل ولا اللي في جنوب سوريا ولا في كل مكان هو حملته الإدارة الذاتية. عضوة لجنة التفاوض عن الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية المؤقتة فوزة يوسف للأخبار كردستاني نيوز: الحكومة السورية المؤقتة لا تلتزم ببنود اتفاقية 10 آذار فعليا، وأبلغنا الوسطاء في التفاوض عن ممارسات الحكومة ضد الكرد في مناطق سيطرتها، والتي من شأنها إعاقة الحوار. ما لم تمثل إرادة شعوب شمال شرق سوريا والإدارة الذاتية في الدستور والبرلمان والدفاع وبناء الدولة، لن يكون هناك توافق ولا نساوم على حقوقنا. الإدارة الذاتية ملتزمة حتى الآن ببنود الاتفاقية الموقعة بين الشرع وقائد قسد، وعلى الحكومة أن تعمل بلغة الحوار بدلا من الاعتقالات والحرب الإعلامية وخطاب الكراهية. طبعا شفنا خلال الأسبوعين اللي فاتوا أو ال3 أسابيع اللي فاتوا حرب إعلامية وحرب كراهية شديدة، سواء من وسائل الإعلام التابعة للحكومة السورية أو اللي تابعة حتى لما يسمون نفسهم بني أمية. وأيضا شفنا أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي حرب عشوائية، حرب كلامية، حرب غير أخلاقية، وحرب افتراء بكل الأشكال اللي قاموا بها خلال الفترة اللي فاتت. بس اعلموا أنه دائما الحرب الإعلامية لها حدين، إن لم تصب بشكل صحيح ستكون مردودها عكسي تماما. يعني شفتوا أنتم خلال الأسابيع اللي فاتت عجيان بني أمية اللي كانوا يطلعوا قسد بدها تسلم سلاح، وهلا ممكن يكتب بعض الناس أيضا من خلال اللايف اللي موجود كمان ناس قسد انتهت، قسد راح تسلم سلاحها، قسد لن تندمج، انتهى موضوعها، دير الزور رجعت، الرقة رجعت. هذا راح يسوي كبت سياسي. ليش؟ لأنه كل ما تملي المخابرات التركية على هؤلاء وأنه يقوموا بالحرب الإعلامية والحرب النفسية ستنعكس عليهم سلبا عندما يكتشفوا الحقيقة بعدين، وهذا أمر راح تلاحظوه بعدين. كمية الأحباط اللي راح تصيبهم خصوصا خلال الأيام اللي جاية، راح تكتشفوا أنه كم تم خداعهم، لأنه الكل يعلم الآن نحن في الوقت اللي احنا فيه قوات سوريا الديمقراطية قادرة أن تقود انقلاب في سوريا وتستلم السلطة وتستلم كل سوريا كاملة، وحقيقة هذا. لكن قوات سوريا الديمقراطية لا تقوم بهذا العمل، لأنه هي أهدافها ليست سلطوية، أهدافها ليست سلطوية. طبعا راح يدخل علينا الآن كثير من أزلام ما يسمون نفسهم بني أمية الآن ويستهزئون وكذا، لكن النتيجة هي المهمة في النهاية. في النهاية النتيجة هي المهمة، وراح تشوفوا كمية الإحباط اللي راح تصيبهم خلال الفترة القادمة، لأن هناك مشروع دولي على منطقة الشرق الأوسط كلياته على رأسهم سوريا، وسيتم تطبيقه طبعا من خلال
الحديث اللي راح أتحدث فيه عن رؤيتي الخاصة عن لقاء ترامب ونتنياهو، راح تفهموا شو اللي عم بيدور بخلف الكواليس لهذا الموضوع. طبعا تقول السيدة فوزة يوسف: الإدارة الذاتية ملتزمة حتى الآن ببنود الاتفاقية الموقعة بين الشرع وقاد قسد، وعلى الحكومة أن تعمل بلغة الحوار بدلا من الاعتقالات والحرب الإعلامية وخطاب الكراهية. على الحكومة السورية المؤقتة إطلاق سراح المعتقلين من الكرد ومن أبناء الطوائف الأخرى. تطالب الحكومة المؤقتة بإطلاق سراح الكرد وأبناء الطوائف الأخرى. لدينا الآلاف من الأخوة العلويين، لدينا كثير من الأخوة الدروز، وأيضا من الطوائف الأخرى. سمعنا في آخر فترة كمان كان هناك اعتقالات من الطائفة المرشدية، وأيضا مضايقات للطائفة الإسماعيلية أيضا، في كمان كثير معتقلين من هؤلاء. فالأستاذة فوزة يوسف تطالب الحكومة بإطلاق سراح كل المعتقلين من جميع الأقليات اللي موجودين في سوريا. تقول: على الحكومة السورية المؤقتة إطلاق سراح المعتقلين من الكرد وأبناء الطوائف الأخرى، فهي تكرس مفهوم نظام البعث بهذه السلوكيات. يعني لا فرق ما بين الحكومة المؤقتة الآن بقيادة أحمد الشرع وحكومة البعث السابقة اللي كانت تعتقل الناس من كل القوميات اللي كانت موجودة أيضا. هلا بده يطلع لنا ناس بيقول لك لا بس أبناء العرب السنة اللي كانوا يعتقلوا من النظام. لا، نحن الكرد اعتقلنا بالآلاف، في آلاف المفقودين من 2004 إلى وقتنا الحالي، وفي معتقلين أيضا بمئات الآلاف من أخواننا العرب السنة، هذا ما ننكره أكيد يعني. وفي حتى معتقلين علويين كانوا اللي موجودين كانوا في سجن عذراء وسجن الصيدناية والسجون هاي، بيعرفوا أنه كان في مئات وممكن آلاف من المعتقلين من أخواننا العلويين اللي كانوا ضد نظام بشار حافظ الأسد بوقتها. وفي أسماء كثيرة يعني أعتقد أنه داولها الإعلام بشكل كبير. لا ننسى آلاف المعتقلين من أبناء السلمية في الثمانينات اللي كانوا تابعين للحزب العمل الشيوعي اللي قام حافظ الأسد باعتقالهم بالآلاف، وتم تصفية الآلاف منهم. هذول أيضا ليس بعدد قليل جدا. نظام الأسد هو نظام مجرم كان بحق كل الطوائف وبكل الأقليات. ما كان يعني هو مستهدف طائفة، هي بالفترة الأخيرة استهدف طائفة، هو كان مستهدف الشعب السوري كلياته حقيقة عشان نعرف. وهون يحاول الأخوان العرب السنة، قسم منهم طبعا مو كله، لأنه في كثير من أخواننا العرب السنة اللي هم مختلفين مع الإسلاميين الراديكاليين اللي بيحاولوا يروجوا أنه فقط كان الاضطهاد ضد أخواننا العرب السنة، وهم فقط اللي كانوا يعتقلوا، فقط اللي كانوا يتعرضون لظلم كبير ويتعرضون إلى عمليات إبادة جماعية. هلا ما ننكر هذا أمر صحيح، أنه العرب السنة كمان كانوا يتعرضون للاعتقال، يتعرضون إلى القتل، يتعرضون إلى اغتصاب، أكثر من دفع ثمن. نعم حقيقي هذا، وخصوصا خلال 14 سنة اللي فاتت. لكن ليس أنتم فقط. نظام حافظ الأسد كان نظام دكتاتوري على كل اللي موجودين، كل الطوائف دفعت ثمن كثير منها، وحتى كان كثير من أخواننا العرب السنة اللي أساسا كانوا مع هذا النظام. فهنا بدنا نفرق ما بين الطائفة الأسدية اللي كانت تشمل كل الطوائف والقوميات اللي كانت موجود معها، وما بين الطوائف السورية منفصلة على حدة. نعم في كثير من الأخوة العلويين اللي كانوا مستفيدين من النظام وكذا وكانوا مع النظام، بس كان في أكثر سنة أكثر من العلويين حتى، لأنه هنا الأمر نسبي. عدد العلويين مع عدد العرب السنة بالأمور النسبية بيطلع عدد السنة أكبر اللي كانوا مع حافظ الأسد. فمو كل العلويين كانوا، العلويين ناس حسب علمي فيهم ولي صداقات طويلة لسنوات طويلة جدا، بسطاء فلاحين، أكثر من كان يعاني بالفقر حتى في وقت حافظ الأسد. هو اللي استقصد أنه يخلي هاي الطائفة دائما فقيرة جدا لحتى يتوجه أبنائها إلى الجيش، وهذا كانت خطة ممنهجة من حافظ الأسد. فما كان عندهم مورد المساكين وكذا، كانوا أوضاعهم المادية كتير مزرية،
وكان بعض العائلات فقط هي المستفيدة وهي اللي قايدة الاقتصاد السوري كلياته. عيلتين 3 4 كانوا، مو كل العلويين، لا، الباقي كله فقراء وبسطاء، وناس على فكرة جدا جدا طيبة حقيقة. وأنا سابقا كنت أعرف كثير منهم كرماء وبسطاء ويحبون الغير، وما شفت منهم إلا الخير. أنا اللي شفته حتى كان في أوروبا ولا كان في سوريا التقيت بكثير ناس ما شفت العنجهية ولا الطائفية ولا أي شيء، بالعكس تماما. وأعتقد أنه كثير منكم حتى خدم جيش، يعني مو كل الناس كانت صاحبة سلطة وصاحبة عنجهية، لا، كان في حتى عساكر عاديين مثلكم مثلهم من الأخوة العلويين اللي يخدم له السنتين تبعه وال3 سنوات تبعه وبيرجع لبيت أبوه. يعني ما كله كان متطوع أو كذا مستفيد، بالعكس كانوا مثلا بدي أقول لكم مثلا أبناء الرستن مثلا كانوا سلطتهم أقوى بكثير من الأخوة العلويين اللي كانوا موجودين في الجيش. حتى مو حسن دير الزور موسكو الصغرى كان فيها عدد ضباط في جيش حافظ الأسد وبشار الأسد أكثر من العلويين نفسه، وكانت لهم سلطة أكثر من العلويين نفسهم. وإدلب كانت كلها شرطة، كلها شرطة كانت تابعة للنظام، ما في شرطي في سوريا ما كان من إدلب. والحلبية نفس الشيء، كانوا كثير منهم بالجيش وضباط وكذا، وهاي شوام أقل عددا بس كان كمان في كثير. 90% من الشعب السوري كان بعثي. هلا بده يجي واحد وبده يقول لي كانوا مستفيدين ومجبورين وهاي، لا، ما كان في حدا مستفيد. الكرد ما كانوا بعثيين، 90% من الكرد ما كانوا بعثيين، بس 90% من العرب كانوا بعثيين، وكله كان يطبل ويصفق لحافظ الأسد إلى 2011. وهذا حقيقة. الكرد الوحيد اللي كان عنده مشكلة مع الحكومة لأنه عندهم مشكلة قومية، لأنه عندهم مشكلة حقوق. ما يعني إذا جيت قبل 2011 هون، قبل 2011 أكثر من كان متضرر من نظام البعث هم الكرد. أنا هون بقول قبل 2011 أكثر من عانى هم الكرد. وبعدين جاءت أحداث 82 حماة، الأخوة في حماة، وهي كمان كانت لعبة سياسية بالأساس، ورح نذكرها في وقت آخر شو اللي صار في حماة وماذا فعلت الطليعة الثورية اللي انشقت عن الإخوان المسلمين، وكيف كان لحركة إخوان المسلمين اليد الكبرى لتثبيت نظام حافظ الأسد في الحكم. هذا كله له حلقة خاصة رح نتحدث فيها، تذكرت الآن رح نتحدث فيها في وقت آخر. خلونا نرجع لتصريحات السيدة فوزية يوسف ونكمل فيها، لكن بحب أشرح بعض الأمور أثناء الحديث أو قراءة تصريحاتها. تقول: لسنا ضعفاء في الرد والدفاع، ولكننا أصحاب مسؤولية تجاه شعبنا في مرحلة حساسة هي رد الفتنة والوصول بالسوريين للحل السلمي. يعني تقول السيدة فوزية أنه نحن عسكريا لسنا ضعفاء وقادرين على الرد، لكن ما بدنا ننتزع الحقوق بالقوة، يعني بما معنى الحديث، ونحن ننظر أنه نحل الوضع في سوريا كلياته بشكل سلمي. تقول: مساعي حثيثة تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية في دعم قسد ضد الإرهاب، وكذلك دعم العملية السياسية مع الحكومة السورية المؤقتة، والهدنة مع تركيا مستمرة. الهدنة إلى الآن مع تركيا أيضا مستمرة. تقول: أبلغنا الوسطاء في التفاوض. الوسطاء في التفاوض هي فرنسا بشكل أساسي والولايات المتحدة الأمريكية، لكن فرنسا هي اللي تقود وهي مستلمة الملف السوري كله الداخلي على فكرة مشان تعرفوا. أبلغنا الوسطاء في التفاوض مع الحكومة المؤقتة بأننا نريد ضمان حقوق المكونات في سوريا. يعني السيدة فوزية اليوسف لا تطلب فقط حقوق الكرد، وهم ليسوا أنانيين أنه يطلبوا فقط حقوق الكرد وما لنا علاقة بالباقي اللي موجود في سوريا، لا، هي تطالب بحقوق كل المكونات. وأبلغت
الوسيط الفرنسي بهذا الموضوع، بأنه أبلغنا الوسطاء في التفاوض مع الحكومة المؤقتة بأننا نريد ضمان حقوق المكونات في سوريا، وديمقراطية وتعددية، وثورة 19 تموز كانت في هذا السبيل. لا نقبل بالدولة القومية في سوريا، ونظامنا للحكومة والمرحلة الانتقالية يكون بهويتنا وبلغتنا وحقوقنا الشرعية وفق إرادة حرة لكل الأطياف. يعني حتى هي لما تتحدث عن حقوق الكردية كلغة وكقومية وكحقوق ثقافية وسياسية، تتحدث أيضا عن لكل الأطياف الثانيين أيضا لهم نفس الحق، لكن الأخوة الثانيين ما عندهم لغة، يعني إلا الأخوة مثلا الآشوريين لديهم لغة، والسريان أيضا لديهم لغة، ولكن العدد بالنسبة لهؤلاء لا يضاهي الأخوة العلويين مثلا أو الأخوة الدروز اللي موجودين. هناك حقوق طبعا للأخوة العلويين والأخوة الدروز أيضا، من حقهم يشاركوا في هذه الحكومة، وهذا أمر طبيعي. تقول الدولة الوسيطة في عملية التفاوض بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية تهيئ الظروف لبدء مرحلة جديدة من المفاوضات في المرحلة المقبلة. يعني فرنسا الآن تهيئ الظروف للمرحلة الثانية من المفاوضات وتطبيق الاتفاقيات. تقول جهود الزعيم عبد الله أوجلان لإنجاح عملية إسعاد الأمر متعلق بتركيا أيضا، لأن الاعتراضات التركية اللي كانت موجودة والمصالح التركية في سوريا هي العائق الأساسي لكل الاتفاقيات اللي حصلت. تقول الحكومة السورية المؤقتة بحاجة تقول جهود الزعيم عبد الله أوجلان لإنجاح عملية السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني لها تأثير إيجابي ومباشر على الملف السوري والقضية الكردية. الحكومة السورية المؤقتة بحاجة لخبرات قوات سوريا الديمقراطية لمحاربة تنظيم داعش. لا يستطيع أحمد الشرع محاربة أبو محمد الجولاني. شلون هيك؟ نعم. لدينا أبو محمد الجولاني اللي بيمثل فكر تنظيم القاعدة الراديكالي، اللي هو الأب الروحي للتنظيمات الإرهابية اللي موجودة في سوريا، سواء كانت جبهة النصر سابقا أو تنظيم داعش سابقا، يمثلها أبو محمد الجولاني. ولدينا السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية السورية المؤقتة، اللي هو للخارج يظهر بمظهر العلماني، اللي جاي يطبق مشاريع دولية مختلف تماما ويحارب الإرهاب. هنا المسألة الفلسفية الكبرى، هناك صراع شديد وقوي جدا ما بين أبو محمد الجولاني وأحمد الشرع. هل سينجح الغرب في تحويل أبو محمد الجولاني إلى أحمد الشرع؟ هذا أمر صعب للغاية أن يقوم فيه الغرب من دون مساعدة قوات سوريا الديمقراطية. هذا أمر صعب جدا. فمسألة تحويل أبو محمد الجولاني إلى أحمد الشرع اللي راح يطبق كل شروط الغرب المطلوبة منه لن تتم إلا بمساعدة قوات سوريا الديمقراطية، وهذا المقصود فيه هنا. لذلك تقول الحكومة السورية المؤقتة بحاجة لخبرات قوات سوريا الديمقراطية لمحاربة تنظيم داعش وتشعباته المتطرفة. نحن هنا التشعبات اللي موجودة، وشفنا الفصائل اللي موجودة كثير صاروا الآن المشابهة واللي تحمل نفس فكر تنظيم القاعدة، واللي يقود هؤلاء كلياتهم أبو محمد الجولاني. يحتاج أحمد الشرع إلى خبرات قوات سوريا الديمقراطية على الأرض للتغلب على أبو محمد الجولاني. هذا أمر ليس بالسهل. طبعا كثير راح يسأل سؤال ويدور في دماغه الآن، شو هو الفرق بين أحمد الشرع وأبو محمد الجولاني؟ على المستوى الخارجي يلعب الدور الكبير أمام الدول، خصوصا الدول العربية، أمريكا، أوروبا، إسرائيل وغيرها. الدور الأساسي هو أحمد الشرع، هو اللي من يقود. على المستوى الداخلي اللي قايد سوريا الآن واللي متحكم فيها هو أبو محمد الجولاني.
على المستوى الداخلي لا يوجد أي تغيير، لا يوجد أي تغيير على المستوى الداخلي. اللي بيظن أنه الهيئة جيش وكل الفصائل انحلت فيه وأصبح الآن اسمه الأمن العام بيكون واهم. ما توحدوا إلا فقط بالبدلة العسكرية، لم يتوحدوا إلا بالبدلة العسكرية، لكن الفصائلية والحالة الفصائلية اللي موجودة بشكل كامل على الأراضي السورية. يعني أحمد الشرع ليس لديه سلطة عسكرية على الفصائل بشكل قطعي. الفصائل كلها تأخذ أوامرها من قادتها، اللي هو تابع لتنظيم القاعدة، واللي هو تابع لأفكار طبعا وبأشكالها وبمسمياتها، واللي هو تابع للجيش الوطني سابقا للميت التركي، واللي تابع لدول خارجية وتتعدد أشكالها وأنواعها وتسمياتها بشكل كبير جدا، لا تتبع لأحمد الشرع ولا لأوامر أحمد الشرع. اللي متفق عليه الأمر الوحيد أنه لديهم رئيس الآن كما يظنون، وهو من السنة، هذا اللي متفق عليه. لكن الكل اللي موجود، شوفوا حالات الإجرام والقتل اللي موجودة في الساحل بالأهالي، عم بنشوف نحن مئات التقارير بشكل يومي، اللي بيتابع الأخبار وكذا، وهي خطف نساء، قتل، اعتقال، حرق بيوت، نهب، سرقة، كليات هاي الأمور هل هي من مصلحة أحمد الشرع؟ اللي كان يحصل في السويداء، اللي بيحصل الآن في دمشق، حرق مبنى الداخلية، انفجارات في إدلب، صراع وسرقات وأتوات في الشمال السوري، تجارة مخدرات، الحرائق اللي تحصل في الساحل، هل هي من مصلحة أحمد الشرع؟ هنا بقول أحمد الشرع ومو أبو محمد الجولاني. هي ليست من مصلحة أحمد الشرع، بالعكس هي تحرجه بشكل كبير جدا، وهذا الأمر واضح أنه بيد أبو محمد الجولاني وليس بيد أحمد الشرع. فمن يقوم بالأعمال هاي كلها جماعة أبو محمد الجولاني، اللي حابة أنه تسقط أحمد الشرع. أمر غريب. نعم، صراع كبير جدا في سوريا وليس سهل، والحالة الفصائلية متغلغلة في سوريا بشكل كبير، وما جمعهم كلياته، كل اللي جامعهم هو أمور وهمية وبسيطة جدا قابلة للانفجار في أي لحظة. مشان نكون أكثر وضوح، لا يستطيع أحمد الشرع أنه ينجح في قيادة سوريا وينهي الحالة الفصائلية ويعدم أبو محمد الجولاني إلا بمساعدة غربية ومن التحالف الدولي ومساعدة قوات سوريا الديمقراطية، لأنه لازم أحمد الشرع يحارب أبو محمد الجولاني وجماعته. احنا عم نشوف اللي عم بيحصل في سوريا، يعني تحديد المسيحيين، التفجيرات اللي حصلت، الملصقات اللي 24 ساعة، الحالة الدعوية اللي بتحصل في المناطق اللي مانها من العرب السنة، تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل عشوائي. كل دائرة حكومية يحكمها الآن شيخ، بدك تمر على الشيخ بتكون بإيدك ظرف. حالة الفساد مستفشي بكل مفاصل سوريا، من دون ظرف معبى مصاري تروح فيه على الشيخ ما بتقدر تسوي ولا شيء في سوريا. حالة الفدية والأتوات، حالة السرقة، كل هذا عمل فصائلي. اللي بيقول إنه والله من الجوع وسرقة وغير عشوائي، لا، هذا الأمر مو صحيح. هذا كلياته حالة فصائلية. كل قائد فصيلة الشيخ تبعها يطلب من عناصره مبالغ
مو مهم شلون تجي، بس محدد لهم سقف مبالغ زيادة عليها في مكرمة لهدول كمان نفسهم. فلذلك هدول يفحشون بالسرقة والنهب والقتل والإجرام اللي بيحصل في سوريا الآن. بعد المغرب لا تستطيع أن تخرج من الشارع في سوريا. إذا تروح على محل ولمحوا فقط بجيبك بعض الدولارات، ما بتعرف بأي مكان ممكن تنمسك وتنقتل. عندك ماطور، ممكن أنت تطلع بماطورك هذا ما ترجع من دون الماطور. هذا الأمور كلها حالة من الحالة الفصائلية. طبعا بتحاول الولايات المتحدة الأمريكية مساعدة أحمد الشرع بأنه رفع جزء من العقوبات. طبعا ترى ما رفع العقوبات مشان تعرفوا، ومبارح بتصريحه كان واضح جزء من العقوبات بطلب من نتنياهو. طبعا وهنا بدنا ندخل على الموضوع الهام من هذا الباب، انه شو بده نتنياهو من سوريا. نتنياهو بده من سوريا انه احمد الشرع يقسمها، وهذا حقيقة. هذا مطلب نتنياهو الاساسي، ومحادثات سلام وعملية سلام. طبعا هنا رح يكون من عمل اتفاقية السلام مع إسرائيل، أو حتى لو كانت اتفاقية عسكرية، طبعا من دون انسحاب إسرائيل. وحكينا عن هذا الموضوع كلياته من الأراضي السورية. الجنوب السوري انسوا إنه إسرائيل تنسحب منه. العملية كلياتها إنه من قام بتوقيع اتفاقية السلام أو سيوقع في اتفاقية السلام هو من العرب السنة الأكثرية الموجودة في سوريا. لذلك لابد لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بشرعنة الشرع قبل أي اتفاقية سلام. يعني لا تظنوا إنه اتفاقية السلام راح تجي بيوم ويومين وثلاثة، لا، هم متفقين مجهزين كل شيء، لكن يحتاج الأمر بتغلب أحمد الشرع على محمد الجولاني. طبعا أنا قبل الآن حكيت لكم إنه أكثر دولة متضررة من اتفاقية سلام ما بين سوريا وإسرائيل هي تركيا، لكن تركيا لا تستطيع حتى مجرد التعقيب أو حتى تصريحات إعلامية أنه هي ضد الاتفاقية. الأمر هذا بتخلي تركيا من تحت لتحت تحاول تفشل الاتفاقية اللي عم بتصير ما بين أحمد الشرع وإسرائيل. طبعا ما بتقدر تقول بالعلن كمان أنه تشتغل ضدها، لأنه هناك المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر ودول الخليج اللي تسعى بأي شكل أنه يحصل اتفاقية سلام ما بين سوريا وإسرائيل. مين يقدر يقول لي ليش؟ شوفوا، قبل 7 أكتوبر كانت المملكة العربية السعودية في مفاوضات مع الأمريكان من أجل التطبيع مع إسرائيل، لكن موقع المملكة العربية السعودية وخصوصا أنه هي فيها مكة المكرمة وتعتبر قبلة المسلمين، ما بتقدر توقع اتفاقية سلام مباشرة مع إسرائيل. يجب أن تنتظر كل الدول العربية والإسلامية لحتى توقع مع إسرائيل، وهي تكون آخر دولة بيناتهم. وهي للأمانة التاريخية هون، وهذا مهم للغاية. اللي حصل طبعا أنه إيران حاولت أنه تفشكل هذا الموضوع، تفشكل هذا الموضوع بشكل كامل. لم تنجح بهذا الموضوع نهائيا. الآن دور تركيا داخلة على الخط. طبعا تركيا ليست لأهداف إسلامية ولا بهدف مساعدة الفلسطينيين أو القضية الفلسطينية. الأتراك يخافون على نفسهم، لأن اتفاقية السلام مع إسرائيل يعني فدرلة سوريا كأقل تقدير، وفدرلة سوريا هنا يعني حقوق كردية وفدرالية كردية، وهذا أكثر ما يؤرق الأتراك. لذلك بتشوفوا الأتراك أكثر من يعمل الآن ضد اتفاقية السلام، واللي ما بيتجرؤوا أنه
يطلعوا بالعلن ويقولوا نحن ضد اتفاقيات السلام. ما في حدا بالعالم يجي يطلع ويقدر يقول أنا ضد السلام. فلذلك الأتراك ما بيجرؤوا الجرأة هاي. طبعا أنا مثل ما قلت لكم بعد لقاء نتنياهو مع ترامب راح تتوضح صور كثيرة جدا. وراح يسرع مشروع الشرق الأوسط الجديد. راح يسرع مشروع الشرق الأوسط الجديد. طبعا الرؤية الأمريكية، الإسرائيلية، الفرنسية، البريطانية، الغربية للشرق الأوسط الجديد هي واحدة، لكن آلية التنفيذ في هناك خلافات بآلية التنفيذ. فنشوف تيار كبير من حكومة ترامب تسعى إلى أنه يكون بشكل غير عسكري أو دموي كبير بهذه الدول. وفي تيار الثاني اللي هو محسوب على نتنياهو داخل الحكومة الأمريكية اللي بيسرع هذه العملية حتى ولو كانت بشكل دموي أو حروب. اللي بيحصل طبعا لأول مرة راح أقول هذا الكلام في لقاء نتنياهو وترامب في الغرف السرية الآن، حسب وجهة نظري الشخصية أنا كشخصي كصلاح الدين، فكري وقدرتي على فهم الأمور السياسية سواء كان صح أو خطأ، بطرح لكم شو اللي بيصير بيناتهم. اللي بيصير بيناتهم يطلب نتنياهو بشكل واضح وصريح من ترامب بعدم الوقوف بوجهه بتقسيم إيران إلى 4 دول أو 5 دول. تقسيم إيران وليس فيدراليات ولا كونفدراليات ولا غيره، لأنه الفرصة سانحة. رؤية ترامب أنه نقدر نحن بشكل سلمي من دون ما نعمل حروب وكذا، ونخلي نحفز الشعب الإيراني أنه هو اللي بينقلب على الحكومة، لأنه عندنا نحن صراع مع الروس في أوكرانيا، ولدينا الصين، لدينا باكستان، لدينا الدول الثانية. الرؤية ستكون كالتالي: نتنياهو سيطلب من ترامب إعطائه كل الأسلحة اللي لازمته من دون تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، وتحمل على عاتقها الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء الأذرع الشيعية الأخرى سواء في لبنان، في العراق، وفي سوريا. هذا اللي راح يصير تماما. لن يرضى نتنياهو أبدا إلا بتقسيم إيران. طبعا اليمن من الأذرع الشيعية اللي موجودة اللي راح تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا شرحت لكم قبل الآن أنه الولايات المتحدة الأمريكية راح تبتعد بأي صراع مباشر مع باكستان ومع روسيا ومع الدول الثانية. شوفوا أول يوم زيارة نتنياهو إلى ترامب شو طلع قرار من الولايات المتحدة الأمريكية. بدي أشوف قدرتكم وربطكم بالأحداث مع بعض. أتمنى من الأخوان إنه تجيبني كمان بشكل سريع شو اللي قرار المهم اللي طلع من ترامب. لا، قرر إعطاء ذخيرة الباتريوت لأوكرانيا لحتى يطول الأمد الصراع حاليا بين روسيا وأوكرانيا وما تتفرغ، لأنه بدهم يضربوا إيران. شو رأيكم؟ وهو اللي كان رافض، وأوروبا كانت داخلة بمشكلة وحبت تشتري صواريخ وتعطيها لأوكرانيا لحتى تطول الحرب، لأنه مخزون الأوكران ما بيكفيهم 3-4 أشهر القادمة. كان مباشرة شو عمل؟ وافق مباشرة على إعطاء الأوكران الذخيرة. ولما أنا شفت الخبر هذا كلياته علمت مباشرة إيش بده يصير بالشرق الأوسط. هذا مهم للغاية. إذن لن تكون هناك اتفاقيات مع أوكرانيا حاليا إلا الانتهاء من الشرق الأوسط، لأنه بدهم يخلوا الروس منشغلين في أوكرانيا لحتى ينهوا مسألة الشرق الأوسط وإيران.
هلا بدنا نجي لتبعيات هذا الضرب. ضرب إيران والقضاء على الأذرع الشيعية اللي موجودة. شو صار بتركيا هنا؟ هنا سيلخبط أوراق تركيا بشكل كبير جدا. الآن سيسارع الأتراك بشكل كبير، خصوصا بعد عودة نتنياهو بفترة قصيرة، إلى تفعيل المحادثات الكردية بشكل سريع والاعتراف بشرق الفرات وعلى مضض، لأنه رح يكون القادم أعظم. هناك دولة شمس، دولة كردية سوف يشرق من بعيد، واللي هي دورة روجهلات في إيران. ممكن تكون قبل شرق الفرات ومن قبل أيضا كردستان العراق، وهذا راح يزيد الضغط على تركيا بشكل كبير. المسألة ليست بالسهولة اللي بيعتقدها الكثير بالنسبة للأتراك. طبعا الوضع الاقتصادي المزري. طبعا شوف التحركات التركية اللي بتقوم الآن، هي عم بتقوم بالقضاء على جهبه حزب المعارضة. ليش بتقوم بالقضاء على حزب المعارضة جهبه؟ لأنه حزب جهبه هو حزب كمالي أتاتوركي ومبني على أساس جمهورية تركية، وهي اللي راح تكون أكبر عائق في عملية السلام أو أعطاء حقوق الشعب الكردي. عشان تعرفوا، على فكرة، على مدى تاريخ تركيا أكثر الأحزاب اللي كانت عدوة للكرد هو حزب جهبه. لا تشوفوا الآن أنه هم بسبب المصالح والعداء لحزب العدالة والتنمية أنه هم مقتربين أكثر خلال ال8 سنوات الأخيرة أو 7 سنوات الأخيرة من الكرد. لكن في التاريخ العميق من وقت إنشاء تركيا الحديثة كانت أكبر عائق هو حزب جهبي. عندما كان تركوت أوزال يفاوض الكرد من أجل إعطاء الحقوق القومية للكرد، لم يكن هناك الأحزاب الإسلامية، وما كان أك بارتي موجود، حزب العدالة والتنمية وقتها. اللي اغتالوا كانوا من جهبه، واللي عرقلوا كل الحلول كانوا دائما من جهبه، لأنه هو حزب كمال أتاتورك، وهو الحزب اللي أنشأ تركيا الحديثة. مثل ما قلنا لكم، المحادثات ما بين ترامب ونتنياهو هي على آلية ضرب إيران، وليس على ضرب إيران ولا عدم ضربها، لا، على آلية كيف نقوم بضرب إيران. ومصر نتنياهو على تقسيم إيران إلى دول، وليس إلى فيدراليات ولا حكم ذاتي ولا كونفدراليات. وهذا الأمر المهم للغاية، ومستعجل جدا نتنياهو على هذا الموضوع. يعني ممكن نشوف ضربات بالمرحلة الثانية تبدأ خلال الأيام القليلة القادمة من رجوع نتنياهو. ممكن مسألة السلاح لا يصل، راح تعطي الولايات المتحدة الأمريكية مثل ما قلنا لكم طيارات البي 2، وأعتقد راح تعطيها 4 طيارات لإسرائيل، وراح تعطيها كل الأسلحة اللي بتساعدها من دون الرجوع إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يعني إسرائيل ستقوم بالمهمة لوحدها، وهي عملية خاطفة. قتل القيادة الإيرانية، اغتيال القيادة الإيرانية، راح يفرض كل شيء في إيران بكل وضوح، وهذا قادر عليه إسرائيل بكل سهولة. إسرائيل قادرة عليه بكل سهولة لتنفيذ صعود إلى سوريا. طبعا حسب تلفزيون سوريا، لقاء مرتقب ما بين الرئيس الشرعي والمبعوث الأمريكي وقائد قسد لبحث تطبيق اتفاق آذار. وهنا ما راح أقرأ الموضوع هذا كلياته، راح أعطيكم التحليل الهام للغاية اللي ذكرته قبل شهور واللي أنا مصر عليه. لابد أن تكون هناك مرحلة 3 به. طبعا هنا إذا يضمن أحمد الشرع موافقة إسرائيل وتعويمه من قبل المملكة العربية السعودية، وهي صلاحية توجه مع قوات التحالف الدولي بمحاربة الإرهابيين، محاربة أبو محمد الجولاني. وراح نشوف هنا حرب كبيرة جدا خلال الفترة القليلة القادمة.
وبطريقهم ممكن يضربوا كل الكتائب الثانية اللي وضعوا أسمائهم في الإرهاب، وخصوصا العمشات والحمزات والقمزات والأسماء هذول اللي كانوا تابعين للمخابرات التركية. وما إنشاء امبارح المجلس العسكري في دير حافر ومسكنة إلا دليل واضح جدا. واليوم شفنا فرهاد الشامي خرج بصورة جديدة، وواضح أنه قرار قوات سوريا الديمقراطية في بالمرحلة القادمة توجه بالتوسع نحو البادية السورية ونحو غرب حلب. وقادرة قوات سوريا الديمقراطية تفتح الجبهتين بمساعدة التحالف الدولي بكل سهولة. مشان نكون واضحين، قادرة قوات سوريا الديمقراطية وقادرين الأمريكان والفرنسيين والغرب على منع تركيا من التدخل أيضا في حال تم ضرب تلك الكتائب. وهذا ما راح يحصل، خصوصا زيارة نتنياهو إلى ترامب متعلقة بشكل واضح وكبير بالملف السوري أيضا. يعني بعد عودة نتنياهو عفوا من تل أبيب راح تتوضح الصورة بشكل كامل. طبعا لن تسمح إسرائيل لتركيا بإنشاء أي قواعد في سوريا، وأنا مصر هذا الكلام وعم بردده من شهور. تركيا الآن عم نشوفها شلون عم بتحاول بأي شكل من الأشكال أنه تتمدد داخل سوريا. نعم مخابراتيا هي متمددة ولها اليد العليا في كثير من الأمور، ولكن عسكريا لا تستطيع. شوفوا كل اللي بيصير بالساحل الآن وحرق اللي بيصير وكذا وهي كله له يد تركيا في هذا الموضوع. تركيا تلعب لعبة خبيثة وكبيرة جدا، تحاول أن تفرغ الساحل كلياته مشان تعمل عقود مع أحمد الشرع بإعادة أعمار الساحل، وهي تدخل على الخط في الساحل كلياته. وهي لعبة خبيثة للغاية، لأنه أنت إذا بدك تجي وتشوف من المستفيد من الحراق اللي تحصل في الساحل على المدى القريب، بتشوفوا أنت الكتائب الإرهابية الطائفية اللي محسوبة على التنظيمات الراديكالية. ما بدي أقول عنها السنية لأنه السنية من هؤلاء براء، هذه المستفيدة على المدى القريب. لكن إذا بتنظر عليها من المستفيد في أي جريمة على المدى البعيد، بتلاقي المستفيد هناك صراع كبير جدا على الساحل السوري ما بين مين؟ ما بين فرنسا ودول الخليج وروسيا وتركيا التي تسعى بأي شكل من الأشكال أنه يكون لها موطئ قدم في الساحل السوري. طبعا هنا عن طريق عملية الحرق اللي بتحصل هو إعادة تغيير ديموغرافية الساحل. وتحاول الآن الأتراك بدأوا يفكرون جديا بأنه تمد الأقلية التركمانية في الساحل السوري، لكن عدد الكراغلة قليل، قليل جدا، لا يستطيع أن يغطي غرب الفرات كلياته ومعه الساحل. بدأ الأتراك الآن بالتفكير فعليا بأنه الكراغلة يمتدوا، لأنه في عندهم جبل سموه بعد 2011 جبل التركمان، هو بالأساس ما في جبل التركمان، هو سبق من ضياع. وفي منطقة الساحل أيضا بعض القرى التركمانية بيحاولوا تفريغ المنطقة من سكانها ويكسبوا عقود إعادة الأعمار الموجودة في الساحل وزرع الكراغلة التركمان في منطقة الساحل. لكن هذا مخطط فاشل جدا، لأنه الكراغلة لا شيء في سوريا صراحة. الكراغلة عددهم بسيط ولا لا يشكلون في المعادلة السياسية بالنسبة لسوريا. لا تشوفوا أنتم 15-20 واحد اللي موجودين على مسائل التواصل الاجتماعي بتظن أنه عددهم كبير وكذا، فلا يمثلون أي شيء في المعادلة السورية. فلذلك بتشوف أنت الحمير تبعهم أو الرؤوس الكبيرة اللي بتطلع كلياتهم بيقول لك نحن سيف بيد العرب، نحن مع الأمة العربية، نحن مع القومية العربية. هو بالأساس يروج لمشروع الأمة التركية اللي بيسميه مشروع أمة، بيروج لمشروع الأمة التركية، لكن بلبسوا لباس إسلامي ويخدع العرب فيه. ليش؟ لأنه بالأساس عددهم ما بيساعد بالأساس أنه يعملوا إقليم أو حتى يعملوا مدينة صغيرة جدا أيضا. فلذلك بتشوفهم
يعني بيلقوا هاي الخطابات اللي هم مع العرب ومع الجمهورية العربية، وهم عرب أكثر من العرب نفسهم. بتلاحظ إنهم عرب أكثر حتى من الأخوة العرب الثانيين، ومصدقينهم الأخوة العرب الثانيين إنه هؤلاء، لكن هذول عندهم مشروع خبيث جدا أكثر من يكره العرب. شوفوا، بيطلع الحيوان الكبير تبعهم هذا الأصلع، شو بيقول لك؟ بيقول لك أنا أحب أهل الجزيرة أكثر الناس، وأهل جماعة الشرقية أحلى ناس وقريبين من قلبي. ليش؟ يحاول جر عاطفة أخواننا العرب الموجودين في مناطق قسد. هو لا يحبهم ولا يحب العرب، وكان يسبهم 24 ساعة قبل سنة وسنتين، لكن الأخوة العرب هم ذاكرتهم ذاكرة السمك. فلذلك بتشوف كثير من أخواننا أهل الشرقية وكذا اللي حاقين أساسا على قسد وداخلين يعني بالحرب الخاصة التركية اللي مأثرين على عقولهم، خصوصا قادتهم اللي موجودين، بيصدقوا واحد مثل هذا حمار حقيقة. فكل اللي بيحصل في الساحل هو بإيد الميت التركي وبإيد المافيا التركية حصرا أيضا. ولا تستغربوا، وقالها اليوم أخ يعني أنا بقتبس من كلامه جبل، إنه بكرة نشوف الفحم من الشجر تبع الساحل في أوروبا ينباع بالمحلات أيضا، لأنه ما بيهم هؤلاء لا سوريا قادة الفصائل التركمانية والفصائل المحسوبة على الأتراك، ما بيهمهم لا شجر سوريا ولا طبيعة سوريا، ما يهمهم فقط هو جمع الأموال. فلا تستغربوا إذا تشوفوا بكرة على الأكياس فعلا مكتوب فحم تركماني أو فحم تركي. ولأنه أساسا مشان المعلومة الفحم غالي جدا في تركيا وما في كتير، وشلون بدهم يصدروا لأوروبا ولا الخارج؟ راح يكون هو آلاف الأطنان اللي راح تكون من الشجر البلوط والشجر اللي موجود في الساحل السوري. طبعا في كتير من هؤلاء الأغبياء بيطلعوا بيقول لك هم الفلول بيحرقوا. طيب ما انتوا كنتوا تقولوا الفلول كلياته متخبي بالجبال ومتخبي بالأحراج وبين الغابات، فالفلول بده يحرقوا مشان يحرق حاله ويكشف نفسه يعني. وهم نفسهم كان في نداءات كثيرة خلال الأيام اللي فاتت كانوا يطلقوها هم بنفسهم، بيقولوا لك لازم نحرق المكان كله لأنه فيه فلول. طبعا عم تظهر فيديوهات كثيرة جدا يعني حاليا وتبين شلون يتم عملية حرق المنطقة بالتدريج.